كتير من البنات بيمروا بأوقات صعبة زي الحزن والضغط، وأحيانا بيناموا زعلانين ولما بيصحوا بيلاقوا كدمات بالشكل ده وبتكون مؤلمة. القصة دي قصة نادرة جدا اسمها متلازمة جاردنر دايموند. تعال احكي لكم القصة. القصة بدأت لما العالمان جاردنر والعالم دايموند اكتشفوا الموضوع ده سنة 1955، ان هم لاحظوا ان الحكاية دي بتظهر اكتر في الستات، وبعد ما عملوا الفحوصات الطبية اللازمة لسيولة الدم، الامراض الخاصة بسيولة الدم والحاجات دي، لقوا ان كل التحاليل دي طبيعية ما فيهاش مشكلة. بس لاحظوا حاجة مهمة جدا، ان كل الناس اللي في التجربة دي كان عندهم ضغط نفسي وحزن وتوتر وقلق، وبالتالي ظهر عليهم العلامات دي. فربطوا القصة دي بالحوار ده، ان اي واحدة هتنام زعلانة او عندها مشكلة يظهر عندها الكدمات دي وهي عندها تحاليلها طبيعية، يبقى هي عندها المتلازمة دي. عشان كده بننصح اي واحدة لما تمر بمشكلة نفسية اتجهي لطبيب نفسي، وبلاش نزعل نفسنا او نضغط نفسنا في مشاكل كده كده هتعدي بسلام. بلاش نيجي على